إنسان. في الغالب، وهذا للأسف، في الغالب المشروع هذا يفشل قبل سن 18، ما يصيرش إلا سن 18 اللي هو حيوان. ما عادش في وسيلة لتربيته إلا بالعصاب وبالإرهاب. في أفكار أيضا تقول أن هذا الطفل يستطيع أن يجيد القراءة والكتابة. الطفل يستطيع أن يقدم أجمل ما لديه وأجمل ما يمتلك الإنسان قبل أن يصل إلى سن السادسة. نحن عندنا ما نهتمش بالطفل إلا بعد ما يصل السن السادسة، يعني بعد ما يفقد جميع قدراته العقلية وبعد ما يتبلد. النقطة الأصلية والمهمة، المجتمع الليبي لازم يتعلم أنه ما يقتلش الإنسان، يهتم به عن طريق أنه ما يتركش للشارع، ما يتركش يتعلم كما يشاء، لأن التعليم لابد أن يكون موجه. أكبر وأسوأ وأحقر وسائل تدمير هذا المشروع أن الطفل يربى على العصا، نربيه على الضرب، وبعدين يكبر في المجتمع ونجي للسياسيين ونقول لهم أرجوكم عملوه بالإقناع. خلاص انتهى الأمر. أنت ما دمت ربيت على العصا من الأول، فأيضا السياسي سيربيه على العصا ويربيه على الإرهاب. إنما علم أنت أن يكون إنسان، وستجد أيضا أن السياسي مضطر لمعاملة يكون إنسان. نحن لا نحتاج إلى الاجتهاد، الحلول موجودة. إذا انطلقنا من النقطة هذه سنعرف أن المشروع بين يدينا. إحنا بوسعنا إنجاح هذا المشروع وبوسعنا إفشاله.